اما تايجر في السجن فبيكون معاه حجرتين بيقدر يصنع منهم قنبله وبيقدر يفجر الباب، واللي بيقابله بيضربه، وبيمسك اتنين رشاش وبيفضل يغربل فيهم، وبيقدر يوصل للسطح بس المكان بيكون على جبل عالي جدا، وبيوصل باقي الحراس وبيحاصروه، وبيقف تايجر ما بيعملش حاجه. بس في اللحظه دي بتترمي قنبله دخان علشان يظهر بطلنا شاروخان اللي بيتعلق وبيمسك رشاش وبيفضل يغربل في الحراس واحد ورا التاني لحد ما بيخلص عليهم في ثواني، وبيبتسم لتايجر وبيمسكه وبيركبه معاه وبيخلعوا من المكان، وبياخده في موتوسيكل جايبه معاه، وبيساله ازاي وصلت لهنا، فبيقول له انت دايما بتعتمد على عضلاتك، انا بعتمد على عقلي. وبيلاقوا قدامهم عربيه تبع الجيش بتضرب عليهم نار، فبيقول له ايه الخطه؟ قال له مفيش خطه، انزل بسرعه. والموتوسيكل بينفجر، وتايجر بيقول له هنعمل ايه دلوقتي؟ فبيقول له ما تقلقش عامل حسابي، وبيكون معاه مفتاح تفجير بيفضل يضغط عليه بس ما بيكونش شغال. فبيقول له تايجر الحجر شطبت ولا ايه؟ بس في اللحظه دي بيشتغلوا والمكان بينفجر وبيخلصوا من العربيه. بس بتوصل عربيات تانية كتير وبينطوا من على الكوبري وبيتعلقوا في حبال وبيضربوا على الجنود نار وبيخلصوا عليهم، وبينزلوا على الجسر بس بيلاقوا موتوسيكلات داخله عليهم، بس على مين؟ بطلقه من تايجر بيقلب الاول، وبسام بيضرب التاني. وفي اللحظه دي بتظهر من وراهم هليكوبتر، وتايجر بيقول له هنعمل ايه؟ فبيقول له الجري نص الجدعنه، او بيقدروا يستخبوا منها. وتايجر بيضرب نار على الطياره، وبسام بيركب الموتوسيكل وبيخمس وبيطير وبيقدر يدخل جوه الطياره وبيمسك الشخص ده وبيضرب فيه. اما تايجر فبيوصل شخص ضخم بيرمي عليه قنبله وبيتعلق في حبل وبيخلع منها، وبياخد حديده وبيروح يضرب في الشخص ده، بس بتيجي رجاله تانية كتير وبيضربوا عليه نار. فبيجري تايجر وبيركب على العربيه وبيمسك السلاح وبيغربلهم واحد ورا التاني وبيخلص عليهم في ثواني. بس الشخص الضخم ده بيظهر بار بي جي حجم عائلي، وتايجر كان هيقع من فوق الكوبري وبيتعلق في العربيه، وبسام بيقول له ما تخافش نط، واللي بيعمل كده فعلا وهو بينط وراه وبيقدر يوصل له وبيمسك ايده. الطياره بتنفجر في الجسر، فبيعرفوا ان زويا هي اللي عرفته بمكانه، وبيقول له انه وعدها انه يرجعه سليم ليها. بس تايجر بيقول له ان في مهمه لازم يخلصها الاول، فبيقول له طب يلا بينا، فبيقول له لا دي مهمه شخصيه، وبينط في الميه